اختلفت الأجيال والأزمنة، ومر عديد اللاعبين الممتازين على كتيبات محاربي الصحراء الجزائرية تحت قيادة عدة مدربين بصموا على وجودهم بإنجازات كتبت أسماءهم بماء الذهب على سجل تاريخ المستديرة الجزائرية. فتعالت الأصوات: من الأفضل والأحسن في تاريخ العرض الفني للمنتخب الجزائري؟ كل يغني على ليلاه، ولكن الجميع أجمع على الأفضل أنه بين الخماس الآتي ذكر أسمائهم: الأول محي الدين يخلف مهندس ملحمة خيخون على الأراضي الإسبانية، ومحقق الفوز على الماكينات الألمانية الغربية التي تتعطلت أمام سحر بلومي ماجر فرقاني مرزقان زيدان عصاد وغيرهم من النجوم، بتحقيق فوزين أمام ألمانيا الغربية والشيلي، وهزيمة أمام خصمنا في المجموعة العاشرة في كأس العالم الذي نملك معه الثأر النمسا، التي تواطأت مع ألمانيا في مباراة كانت فاضحة عالمية وتسببت في خروج الجزائر من الدور الأول بعد فوزين. لتتغير القوانين وتصبح مباريات الجولة الثالثة تجرى في نفس الوقت. الاسم الثاني غني عن كل تعريف: رابح سعدان بتأهيل المنتخب الجزائري مونديال المكسيك سنة 1986، ومباراة كبيرة ضد البرازيل، برازيل جارينشا وسقراط، ومونديال 2010، والمباراة الكبيرة أمام إنجلترا دون نسيان ملحمة أم درمان، أعظم وأهم مباراة في تاريخ الجزائر. المباراة الفاصلة ضد المنتخب المصري ملك إفريقيا بسبع ألقاب في أم درمان السودانية، والتي شهدت فرحة جزائرية لم يشهد لها مثيل. الاسم الثالث عبد الحميد كرمالي، مهندس تتويج كأس إفريقيا 1990 بالجزائر، أول وآخر نسخة نظمتها الجزائر. رابعا البوسني حليلوزيتش، صاحب إنجاز التأهل للدور الثاني في مونديال البرازيل 2014 ومواجهة ألمانيا في مباراة كبيرة وماراثونية ضد من حمل اللقب بعدها، وهزم البرازيل بسباعية كاملة على ملعبه الماراكانا. ولو تأهلت الجزائر فيها لوصلت الأدوار لأدوار جد متقدمة. خامسا وأخيرا مما وصفه ولقبه الجزائريون بفوزير السعادة، صاحب التتويج بالنجمة الثانية المرصع على قميص وقمصان منتخب محاربي الصحراء، ومن قلب مصر الكنانة وقاهرة المعز، وصاحب سلسلة 35 مباراة دون هزيمة أدخلته ضمن الكبار البرازيل والأرجنتين وإسبانيا، ليدون اسمه بماء الذهب في الكرة الجزائرية الإفريقية وحتى العالمية. حسب رأيي ورأي معظم الجزائريين، الكوتش جمال بلماضي نصب نفسه أفضل مدرب في تاريخ الكرة الجزائرية، وكتب اسمه بماء الذهب والألماظ، ورسعه باللؤلؤ والزبرجد والعقيق في كتاب التاريخ، وسجل المجد والإنجازات والألقاب. الآن المشعل يحمله البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، فهل يصنع المجد ويحقق أفضل مما حققه بيتكوفيتش لينصب نفسه ملك التدريب لكل الأوقات للكرة الجزائرية، خاصة بعد تأكيد تجديد عقده لغاية سنة 2028 بهدفين: الأول نصف نهائي كان 2027، والثاني لقب الكان لسنة 2028. شاركونا بآرائكم، تعليقاتكم، وحتى نقدكم البناء. بوركتم كلكم. سلام.